نروح للكابتن حماده انور المدير الاداري لنادي الزمالك. كابتن حماده ازيك؟ كابتن حماده. يا كابتن كريم اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كويس؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. الاجراءات السفر كله تمام؟ الفريق زي ما انا قلت من شويه مسافر يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله؟ الحمد لله كل الامور الحمد لله تمام، وان شاء الله هنمشي من مصر يوم الاربعاء الساعه 6 المغرب ان شاء الله. 6 المغرب. توصلوا هناك الساعه كام يا كابتن حماده؟ هنوصل بتوقيت كوت ديفوار يوم 5 الساعه 2 ان شاء الله. 2 صباحا ولا 2 الظهر؟ لا 2 الظهر ان شاء الله. ياه، يعني هتمشوا من هنا 6؟ السفريه طويله يعني هتقعدوا حوالي اكتر من 4 يعني 22 ساعه. هننزل ترانزيت في دبي 7 ساعات. وبعد كده ناخد من دبي ان شاء الله لابيجان على طول ان شاء الله. كانت قال يا كابتن حماده ان الزمالك ان الرحله دي طويله شويه، والزمالك هياخد مسار تاني للرحله وهيروح حته تانيه عشان الرحله تبقى اخف شويه. والله يا كابتن كريم احنا كل الرحلات اللي ممكن تخطر على بالك اتعرضت علينا. وحتى في رحلات كانوا بيقولوا انها ممكن تبقى دايركت على طول مصر اسرع، ومن اسرع على طول لابيجان. وكنا مستنيين ان العرض ده يجي لنا، لكن للاسف ما جالناش لان ما فيش رحله بالخط ده خالص. ايوه. لكن ده اقل خط فيه ترانزيت. كل الترانزيت بعد كده بتاع يا اما ممكن يبقى فيه ترانزيت اقل، بس الرجوع مش يوم 9 يبقى يوم 10. ايوه. فاهمني حضرتك ازاي؟ طبعا احنا لما عرضنا جميع الرحلات على الكابتن حسن شحاته فلقينا ان دي اريح سفريه ممكن احنا نسافرها. دي المناسبه يعني. حتى لما هتنزل ترانزيت في دبي يعني هم 7 ساعات بس هيلاقوا مكان كويس اللعيبه تقعد فيه، ده فيه احسن من مطارات ثانيه كتير يعني. كابتن حماده، التدريب النهارده كان في ملعب الزمالك، وسمعنا ان احمد حسن النهارده ما اتمرنش، كان عنده مشكله او عنده اصابه. لا احمد حسن كان موجود ونزل وخد جرعه من التدريب بعد كده خرج، مش ما اتمرنش. مش متوقعين برضه يعني، خد جزء من التدريب بعد كده خرج. تمام. يعني الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل كويس، وبس الواحد عارف يا كابتن حماده قلقان شويه على الزمالك في الماتش ده، ماتش صعب، وشفنا فريق افريقيا سبورت فرقه كويسه. حكام المباراه سامعين ان هم من السنغال. من السنغال. عندك معلومات عنهم او حكموا قبل كده؟ والله يا كابتن كريم هي مش قصه حكام. طبعا احنا الحكام بتاعت افريقيا برضو احنا بنثق فيهم طبعا، والحكام المفروض اللي يحكموا مباراتنا حكام دوليين وعلى مستوى عالي. ايوه. بنثق فيهم جدا. لكن في نفس الوقت ان احنا لازم ان احنا نقول لعيبتنا حصل الماتش ده من اهم العقبات اللي ممكن تقابلهم. طبعا. لكن احنا عندنا لعيبه كبيره وعندنا لعيبه دوليه وبتقدر تلعب تحت اي ظروف وتحت اي ضغوط. وده الفرق بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. ايوه. لما تيجي تقول يا كابتن كريم ان انت عندك لعيبه دوليين وارقام عاليه، ما هو انت بتجيب اللعيبه دي بالارقام دي عشان هي ترجح كفتك في المباريات اللي زي كده. لو هي مش هترجح كفتك في المباريات اللي زي كده تبقى اللعيبه دي كلها زي بعض. فهو ده اللي احنا مستنيينه من لعيبه نادي الزمالك، وهم مقدرين مسؤوليه كويس قوي، واللعيبه ان شاء الله هنرجع ان احنا صاعدين. بعد كده يا كابتن انا في نقطه بس عايز اتكلم فيها. اتفضل. احنا كسبانين الماتش اللي هنا، احنا مش خسرانين. معلش انا شايف ان الاعلام محسس الناس زمان ان هو خسران. يعني انا شايف ان احنا لو كسبنا يعني 1-0 احسن من 2-1. ايوه. كنت ممكن اكسب 2 ويخش جول في اخر الماتش ب 2-1 اتغلب 1 هناك اطلع. لكن احنا المفروض الاعلام يقف مع نادي الزمالك اكتر من كده. نادي الزمالك كسبان 1-0، نادي الزمالك نادي كبير، ان هو لما يخش فيه جول يخش فيه جول بصعوبه جدا، وممكن هو اللي يبقى كسبان هناك. لكن انا شايف ان احنا حسسنا ان الزمالك خرج، الزمالك خسر على ملعبه. فين الكلام ده يعني؟ انا عايز اعرف الكلام ده، بدل ما الناس تقول لك ان الزمالك والظروف اللي موجوده وان الزمالك قادر يكسب. يعني يا ريت يبقى نادي الزمالك الاعلام يساندوا شويه، لان نادي الزمالك بيمثل مصر، النادي الاهلي بيمثل مصر، نادي انبي بيمثل مصر. وبعد كده لو الزمالك خرج والاهلي خرج طب ما مش هيبقى في رياضه. بالظبط. يبقى ليه؟ طب انتوا المفروض نساند، مش ان احنا نعمل عقبات ونطلع نقول كلام لا اساس له من الصحه، ان الجهاز ولو ما كسبش ولو خسر ومش عارف ايه الكلام اللي بيقوله ده. الجهاز ده اكبر من اي حاجه، واسم حسن شحاته اكبر من اي حاجه. لكن نادي الزمالك نادي كبير ومع مجلس اداره محترم، ومجلس اداره بيستنك على اعلى مستوى لاخر لحظه.
مفيش حد بيطلع يقول الكلام ده. فانا عايز اعرف اللي بيجيب الكلام بيجيبه منين يا كريم؟ في ناس في وقت المشكله او في وقت الضغط، لما تكون انت مضغوط يضغط عليك زياده عشان يخليك تخرج عن تفكيرك وتخرج عن تركيزك وتتنرفز عشان تفشل. ما هو في ناس يعني في ناس مغرضه كتير، يعني مفيش مشاكل، موجودين كتير. لا ولا مصريين ولا حاجه، هم مصريين بس مصريين اسما بس. ما هو انا بتكلم في كده، يبقى مش مصريين، لان الزمالك دلوقتي مش بيلعب في الدوري العام ولا بيلعب في كاس مصر بيحطك تحت ضغط ان هو يبقى ليه اغراض ما مع فريق ثاني. انت بتلعب دلوقتي بتمثل مصر، يعني انت المفروض انت راجل يعني. بص يا كابتن حماده، انا كنت بتكلم مع كابتن حسن النهارده وقال لي يا كريم ده احنا يعني منتخب مصر كنا ماسكين منتخب مصر نفسه كان الناس بتهاجم، فكبر دماغك وركز في شغلك، وهم يعني هم اللي بيركزوا في شغلهم، وحط كل حاجه وراك وحط هدفك اللي انت عايزه وخلي اللي يتكلم مفيش مشكله. والله يا كابتن كريم خلي بالك، انا بكلمك في الكلام ده، خلي بالك احنا مركزين وما بنتفقش، وكابتن حسن خلي بالك ما يعرفش اي حاجه عن الكلام اللي انا بكلمك فيه ده دلوقتي. لكن انا بكلمك ان احنا ما بنتفقش في الكلام ده، بس لما بيوصل لك حاجه زي كده او حد بيقول لك حاجه زي كده، يعني عايز يا جماعه عادي بتساندوا الناس عشان الناس تتعدى، لان احنا في مرحله صعبه في الرياضه المصريه. لو الناس الزمالك والنادي الاهلي ما ساندتهمش ان هم يعدوا المرحله دي، طب ما مش هيبقى في رياضه. بالظبط. نتمنى التوفيق يا كابتن حماده ان شاء الله، وزي ما احنا عارفين ان احنا مسافرين مع بعض ان شاء الله، جايين لكم وانا على هناك وهنذيع المباراه من هناك، وان شاء الله الزمالك هيرجع منصور والاهلي هيعدي وامبي هيعدي، وهيكون دور ال 16 فيه 3 فرق مصريه ان شاء الله. بشكرك كابتن حماده عمرو. نكمل بعض الاخبار السريعه كده. الدكتور عماد البناني بيوافق على صرف 700,000 جنيه المنتخب